بدايتك في نجاحك في البيزنس بتاع حضرتك بتبتدي من طريقه تفكيرك، افكارك والمعتقدات اللي موجوده عندك اللي انت متوارثها من زمان، اللي هي وصلتك للمستوى اللي انت فيه النهارده. لو الافكار دي صح اللي انت مش عايز تتنازل عنها، كان زمانك مليونير، كان زمانك اغنى مني ومن الناس اللي بتتفرج دلوقتي. انما الافكار اللي انت متمسك بيها بقالك سنين وصلتك فين ماديا؟ تقدر تقول لي وصلتك فين؟ فجه الوقت انك تتخلى عن هذه الافكار لو انت عايز تبقى غني، لو انت عايز تحسن من مستواك المالي، لو انت عايز توصل لحاجه افضل في الحياه. اما لو انت مكتفي باللي انت فيه وراضي باللي انت فيه ومش عايز حاجه افضل، فخلاص خليك زي ما انت. فهمت؟ لكن ما يبقاش حضرتك بتطمح للافضل وعايز يبقى معاك فلوس وعايز تشتري عربيه وفيلا ويبقى عندك شركه بنفس الافكار اللي انت ماشي بيها طول السنين اللي فاتت. لا، انا بجيب لك افكار ناس كتبت كتب في سنين قعدت تدرس الناس الاغنياء دولت المليونيرات العصاميين اللي بداوا من الصفر كانوا بيفكروا ازاي وبيتصرفوا ازاي. انا بنقل لحضرتك الافكار دي، بنقل لك الافكار دي، بقول لك الناس دي اللي نجحت بيفكروا ازاي وبيشتغلوا ازاي وبيتعاملوا ازاي مع المواقف المختلفه، عشان انت تقلدهم في طريقه التفكير، فبناء عليه تبتدي تطبق الافكار دي تنطبق على افعالك، فبالتالي تلاقي النتائج اللي هم وصلوا لها.